مساكم الله بالخير. شلونكم حبايبي؟ جايب لكم أكلة اليوم للمتعازة، مثلا ما تريد تحط جدر، أكلة خلال 10 دقايق وتكفي إلى 4 أشخاص. كباب عراقي 100% وخضروات. راح آكل قدامكم وأراويكم زين الطعم، يعني شوفوا شلون مستوي. كباب سوق 100%. تريدون تشوفون؟ تعالوا للفيديو وشوفوا شلون يصير. نص كيلو لحم مفروم، 200 جرام دهن، وبصل راس ونص. نحطهم بالمثرامة، نثرمهم سوية. بعد ما ثرمناهن نحط ملح ونعجنهن. حاليا عملية تشيش، يعني حتى اللي ما عندها شي هاي الشمشة تقدرين تشيشيها، تجيبيها بالنص هيج، تصريها، وبعدين بصابعك بأطراف أصابعك تضغطيها من البداية، تبقين تضغطين عليه. طبعا هو الشيش اللي كيفه، يريده ثخين يريده خفيف. زين، أنا مو كبابجي، بس أنا يعني اللي أقدر عليه يعني. وأسحبه وأحطه بالماء. بس حبايب قلبي، ورا ما شيشناهن بهاي الطاوة، يعني سهلة جدا نحطها. وأنا مسوي خضروات راح أراويكم شلون أقليهن ورا الكباب. طبعا باو خليتها بالطاوة، خليتها بالطاوة، يعني شغلات بسيطة موجودة لأم البيت في البيت، يعني ماكو شي صعب. بس ياخذ لون أبيض هيجي، شوف على الأطراف تقلبينه، بس تقلبينه تخليه يستوي، وبعدين هم تقلبينه مرة ثانية. تمام. بعد ما كملنا الكباب راح اقلي البصل اول شيء والفلفل، واخر شيء الطماطم. دهن الكباب ما يعني ما اقلب البصل كانه راح يطلع مشوي بالضبط، كانه على السوايه. هسه راح ادوقكم بعدين بالاخير شلون يطلع. بعد ما تغير لون البصل حطينا فلفل، اهم شيء ندهن اللحم، واخر شيء